اقسم بالله العظيم. بعد شباب بتشي الحق على اليوتيوب شباب كارثة. ماكو هيك مسيف انخطفت حتى المعتقلات نزل. ترى ماكو هيك شباب، ماكو واحد عاقل يتصور انه واحدة مخطوفة صور مقطع وتنزله باليوتيوب فكر بيها. زين شنو غاية الخاطف من دي يقول لها صور مقطع ونزله؟ شنو يريد يقطعها على السوشيال ميديا؟ شنو يريد يعني؟ فكروا شوية وجايبين لكم ادلة هسه راح تشوفوهن. زين وانتم راح تشوفون الادله والتحليلات وهاي، ما اقول لكم محقق كونان ولا شيء، بس اذا اكو شغله مرتبطه قبل 3 اشهر او 4 طلعت، فهاي الشغله صار شلون يعني شباب؟ صارت سلسله ربطت وصار هذا الموضوع. اوكي خلينا نسلم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين؟ وياكم مرتجى من قناه مورد. طبعا شباب هذا المقطع راح نشوفه سوا، انا ما شفته. شوف ذولي نزلوا ومسيف انا قاعد ادور يعني شباب ابحث عن الموضوع اشوف شكو تدرون بعدين بالعقل. فهسه خلونا راح نشوفه سوا. طبعا شباب انا بالنسبه لي الموضوع بعيد عن الدراما وكل شيء، يعني ما اتصور انه مسيف مسويه دراما. الموضوع هسه اشرح لكم شنو محقق كونان. بعد قضينا ايام كتير حلوه على اليوتيوب مع بعض. احلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. وهلا اجى الوقت اللي صار لازم فيه اني اترك اليوتيوب. انا ما عاد انزل اي فيديو على اليوتيوب، بس حابه اني لكم شغله. سمعوا شباب، صوت بيتشي قالوا عليها كل اليوتيوبر، لكن هي ما قالت، ما بكت، صاحت بابا. ومن صاحت بابا شوف هي شلون شباب الواحد يعني الفاقد عزيز يعرف هاي الحركه، انه من الصيح باسمه ويعني وانت صافن او شي شارد. ف شباب المن اشرح، خليني اعيد وشوف. شغله بابا ما بكت، بابا ركزوا. اعيدها مرة الاخ وحعليها بالمونتاج. بابا باي. ليش تركت ام سيف اليوتيوب؟ هذا السؤال اللي هسه ام سيف شنو علاقة بابا صيحة بابا وام سيف؟ ابو ام سيف كان رافض بنته اللي هي ام سيف تطلع باليوتيوب، هي واختها واخوها وامها. فقرروا شو يسوون؟ قرروا يتركون ابوهم ويبتعدون عنه ويعيشون وحدهم، وعلى مود شنو تكمل مسيرتها باليوتيوب. فاكو مقطع لابوها يحكي بيه قبل شهرين وابوها مريض. حلو شباب، راح اشوفكم مقطع اختهم الثانية اللي تقول يعني شباب اشرح لكم. شباب هذا المقطع مال ابو ام سيف، هسه تقولوا لي شنو الدليل انه يثبت؟ راح اثبت لكم مقطع ثاني انه هذا ابوها وصحيح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير يا جماعه. انا بعتذر منكم انه طلعت هيك بشكل فجائي على اليوتيوب. انا ابو ام سيف اللي طلعت عم بتورجيكم بيتا وفيلتا لاختها ب 90,000 تركي سنويا. هي عم بتقول هي غرفة أهلي. أين أهل هدول؟ أنا أبوكي، وأنا بتحداكي تحدي بتحداكي إذا بتورجيني أهلك معك هن، أمك، أبوكي، أختك، خواتك، أخوتك. إذا بتحداكي تحدي أنا. لسه في فيديوهات جاي كمان بورجيكي شلون بطالع لك كذباتك. أنت عم تكذبي كتير وما حدا عمال بوقفك عند حدك، لذلك أنا بدي أوقفك عند حدك، واللي بيطلع بإيدك ساوي، اللي بدك إياه ساوي، ما بيطلع بإيدك شيء نهائيا. على كل حال هي أول فيديو إلي وعم بتحداكي أنا يلي بسموكي أم سيف، عجب أم سطيف، عجب أم الحيف، عجب إيش وأم إيش، الله بيعلم. على كل حال أنا بقول هاي سامر، هاي سارة، مرحبا، شلونكن؟ شلونك يا بارفين شلونك؟ باران شلونك؟ عدنان، سوسو شلونكن؟ وجود. هدول احفادي اللي ما عم بشوفهم، انا صار لي 8 اشهر ما شفتهم. فانا مقلع من طرف ام سيف ومن طرف الام ومن طرف الاولاد، مقلع وعايش بالحدايق. شوف شباب، وماكو انسان بهذا العمر انه يطلع على يعني شلون نقول يفتري ويبتلي على بنات اثنين، انه يقول هاي ذني بناتي وما عنده. ما اعتقد انه هذا الانسان عنده مصلحه حسب ما دا اشوفه اني. واكو مقطع ثاني حثبت لكم، المقطع الثاني هو يبكي بيه. زلمه كبير وين بده يشتغل، فما عم بشتغل والعالم عم تتحنن علي.
هذا ابو ولاء مسيف. على كل حال بالفيديوهات القادمه راح نحكي كمان كثير، وراح احكي بشكل مباشر كمان مع مين من كان، وبعدين راح نحكي على هذا الشخص اللي اسمه محمد اللي دخل بالهي بالعائله، دخل بالعائله وما بعرف يعني ساوى ايش عمل، الله العليم. ثالث شيء بقول لها الام لحدا يلعب لك في عقلك، بعرفك انت صاحبة عقل كبير، بعرفك انت ذكيه، بعرفك ما بتصيري كبش فدا، بس انت. المهم شباب المقطع هذا انا حخلي لكم اياه بالدسكربشن شوفوهن. على كل حال انا ما بحكي شيء يسيء لكرامتك، ما بحكي شيء يسيء لعرضك، ما بحكي شيء يسيء لا انت، بس اتقي الله فيني انا ماني هيك. اللي عم تحكيه عني غلط، اللي عم تحكيه عني غلط. السحوره والمشايخ بده مصاري كثير، انا ما معي اكل بيرك بالحديقه، ما معي اكل واشرب، ما معي. عالم عم تتحنن علي، عم تعدي، هي بيعرفني بيجيب لي اكل، بيجيب لي شغلات، وانا بيرك في الحديقه ما عم بشتغل. كنت مرضان اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم. بعد شباب بكي يعني انا ما اتوقع شباب ده يبكي يعني، انا من اشوف دموع ضعيف اضحك. شباب هذا يعني الرجل من بكي، وشفت المقطع يعني قلت يعني شنو غايته؟ شيرد مثلا، شيرد يسوي قناه باليوتيوب، يسوي يعني ما. عندي التقارير، عندي انا دكتور موجود، انا مرضان كنت، عندي كلوي واقفة يا ام يوتيوبر 5 ملايين متابع. معلش انا الي الله، انا ما بدي اياك اياها، ما عمال بناشدك انا وبقول لك يا لا 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 لا، نهائيا نهائيا. انا عم بقول بشكي لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عمال بوقف لي اولاد الحلال، الحمد لله رب العالمين. وانا ماني بحاجه حدا ابدا، وانا بحاجه مصرات حدا. ما بدي حدا يقول انا صرفت عليك وانا اعطيتك، انت ما بتعطيني شيء، ها انت ما بتعطيني شيء ابدا. امك عافت دين علي انا وراحت. على كل حال فيديو ثاني كمان بنحكي، بس هلا انا عمال بوجه لها كلام للكبيره، ام صاحبة العقل الكبير، صاحبة العقل الذهبي اللي عمال بتفكر. عندك ولدين، اجمعيهم معك، حطيهم معك، حطيهم عندك، خليه يشتغلوا يقدموا لك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما بقول غير هيك. انا ماني شباب المقاطع راح اخليكم اياها، قلت لكم بالدسكربشن، ما اريد اسوي عليكم المقطع طويل وشوفوا. هسه احطيكم المقطع الاخير اللي هي اخت ام سيف تطلع تحكي بموضوع مهم الناس ما منتبهه عليه، لان اغلب الناس صغار. هاي انا اريد اسوي هذا المقطع، كل غايتي انه راح اريد اوقف، لان راح ينزل فوق ال60 مقطع بهذا الموضوع، وكل واحد يصير محقق كونان وينشر ويقول ام سيف انخطبت وحركه وما ادري شنو. لا افتهموا الموضوع، شوفوا السالفه شنو، اكو يعني حللوا صح او لا تنشر. انخطفت، ماكو انسان ينخطف. هسه انتم شنو غايتك انت الخاطف من تيجي تقول لي اترك القناه؟ يعني شنو؟ ماكو هيك، ما مستحيل. زين، والدليل على هذا انه بالبكي هاي قالوا عليه اغلب اليوتيوبر بالمقاطع انه هي بكت، هي ما بكت، هي قالت بابا. اللي عنده سماعه يسمع، والمكان هذا راح يركز، ينسى ام سيف ويركز ويا الصوت اللي ورا، راح يسمع بابا. شباب هاي ستوريات اختها. بكون انه تدعوا لبابا، بابا وضعه مخطر. في شغله كتير مهمه انا بدي احكي فيها، وبتمنى وبدي اطلب منكم يعني طلب، بتمنى انه تساعدوني فيه. بدي تنشروا هي الستوري اللي راح انزلها قد ما بتقدروا، حتى هلا راح اعمل حسابي مفتوح لحتى تقدروا تنشروا قد ما فيكن. تمام؟ انا بدي احكي عن تنتين يلي هن ناكريني من حياتهم، مثل ما نكروني نكروا بابا، نكروني هن خواتي، نكروني من حياتهم، وانا ما كان عندي اي مشكله، ما كانوا بهموني ولا انا بهمهم. بس انه توصل المواصيل انه ينزلوا ستوري عندهم على حساباتهم، وبسبب مظاهرهم اشكالهم قدام السوشيال ميديا والعالم انه هن ابوهم مريض، يكتبوا انه ادعوا لشخص مريض وادعوا لشخص غالي على قلبي، دعوة الغريب مستجابة، وما يذكروا انه هذا ابوهم.
وبعدين يقعدوا ينظروا على العالم ويفتحوا اسئله واجوبه ويقعدوا يشتكوا لهم ويقعدوا تعمل فيها الاخصائيه النفسيه وتقعد تعمل فيها المصلحه تبعيه المجتمع وتقدم نصايح. بدل ما تقدم النصايح تقعد تشوف حالها واغلاطها. شوفوا هي اللي انتم متابعينها، انا بدي لا بدي هي الستوري تنتشر، هي اللي عم تقعدوا انتم بتتابعوها وقاعده عم بتنظر عليكم وبتعمل عليكم نصايح انه اجتماعيه واسريه وشخصيه وعاطفيه. خلي بالاول تنصح حالها، قاعده خجلانه تكتب انه المريض هو ابوها. لك لو ما انا منزله اشرف والله العظيم انا كتبت، انا نزلت انه بابا اللي مريض. يعني كيف انا بدي اطلب من الناس يدعوا لشخص؟ لك لو حدا غريب بكتب اسمه. يعني ليش في بالمرض خجل ولا عيب؟ هذا ابوهم معقول؟ هي ناس قاعده عم بتتابعها الملايين، عم بتتابعوها، هي يوتيوبر قاعدين عم بيتابعوها الناس، مو عارفانين العالم هن ايش عم يعملوا من وراء السوشيال ميديا ومن وراء الشاشات. لما نكروني وقعدوا العالم يبعثوا لي انه انت اختن ولا مو اختن، ما حبيت اجيب سيره ولا حبيت انا اطالع قصصنا الشخصيه على السوشيال ميديا، بس انه توصل فيهم انه ما يقعدوا يكتبوا انه ابوهم اللي هو مريض. والله العظيم عيب. هي اللي عم بتتابعوها مريانا غريب ولا الثانيه كريستينا غريب قاعدين عم بتتابعوهم انتم، عودوا انشروا هي الستوري وخلي العالم تعرف وتشوف مين عم بتتابع. هلا بنزل انا الصور اللي قعدوا نزلوها، عن جد انا بخجل انه هدول يقعدوا يخجلوا انه يكتبوا انه ابوهم اللي هو مريض. لك ليش ظاهرين امكم وظاهرين حالكم؟ ليش ما ظاهرين ابوكم؟ لما ما ظهرتوني انا ما سالت وما همني وما بدي اظهر ولا بدي تظهروني، بس انه انتم تقعدوا تظهروا امكم وتحكوا عاملين كل شيء، بس ابوكم لما مرض ووقع وحياته يعني بين الموت والحياه، هو على فراش بين الموت والحياه شباب. وركزوا بالصيحه اللي قلت لكم بيها بابا، والسبب اللي قلت لكم بيه الثاني انه ابوها كان رافض انه هي تفتح قناه باليوتيوب، وهي اخذت امها وخواتها وسافروا وعاشوا وحدهم في سبيل يكملون مسيرتها تكمل مسيرتها باليوتيوب. الموت هو راح يموت. ما عرفوا يقولوا انه ابونا اللي مريض. ليش مو هن عم يعملوا فيهم مصلحات؟ مش انا اسفه لاني انفعلت كثير، بس لاني الموضوع منه موضوع هيك عادي، موضوع جدا حساس. استفزني كثير لدرجه انه قلت لازم اطلع واحكي وخلي العالم يشوفوا، خلي العالم يعرفوا هدول الناس اللي متابعينها يوتيوبر وعندها الملايين، تمام، وعم تشتغل مع يوتيوبر هي، والملايين من طرف هاليوتيوبر عم بيشوفوها وبيقعدوا بيعملوا منها هي قدوه. فهلا انا رح انزل دليل على هالكلام اللي هن عاملينه، وانا شلون نزلت وهن كيف نزلوا. يعني ليش يخجلوا يكتبوا بابا؟ لك لو ما انهم منزلين كان احسن وافضل عن جد. انا لاني هذا الموضوع حرق لي قلبي لاني لو غريب كنت كتبت اسمه ما كنت خجلت، فكيف اذا هو كان ابوي؟ كيف؟ هاي الصورة مو واضحة، هاي مو ام سيف، هاي اخت ام سيف على ما اظن. خلينا نطلع من هذا المقطع وانهي الموضوع حتى شنو انام مرتاح. انا بيها سهوله يا شباب والله. شو مقطع طلعوا لي شباب؟ ما اعرف بدي يجيني شغله اقول لا عوفه ما له علاقه ما ادخل فيها. هسه يقولون هذا يدخل روحه بشغلات، بس انا يعني ما ادري هي شباب. يعني العالم بدت شلون نقول تسوي شغلات من كيفها، هسه تقولوا لي انت همينات. وانا من جيت حكيت بادله، ما حكيت تحليلات مال محقق او شيء انه سوت بايدها او بكت او شيء. شباب ماكو واحد يريد مثلا شلون نقول خاطف واحد يقول له انزل موبايل وصور، يقول له بعد ما شنو غايته من القناه؟ فهاي ما لها غايه. والشغله الثانيه انه العيطه مو عيطه صاحه بابا، لو انا اذن بيها خلل وتقدرون تتاكدون راح اسوي لكم اياها بالمونتاج. والشغله الثالثه انه العالم حتظل تنزل باليوتيوب زين والدنيا حتشتغل، وبالاخير هي البنيه راح تطلع ورا فتره ورا ما ترتاح راح تقول الحقيقه. فانا حسب ما اتوقع، ما اقول لكم ماها، انه والدها لا سامح الله يمكن توفى يعني وصارت لهم يعني حتى لو هم تاركيه وهاي، بس الشخص يبقى عزيز. فشون يعني تندمت على ماضيها انه هي ما سمعت كلمه ابوها وما يعني ما بقت يمه وعافوا واحده او توفى واحده، ما اعرف هاي دافتي من كيف شلون هم نفسهم. ايه فانا اتوقع هذا الشيء الصحيح، لان ذيك البنيه الجو الصاحت اللي قالوا عليها بكت اغلب المقاطع، لا هي صاحت بابا وانا متاكد زين. ولهنا وصلنا لنهايه المقطع، والمقطع مجرد توضيح لا اكثر. هسه تقولون انت ايش عليك المهم شباب، انا هاي بيئه سهوله قلت لكم اذا ما ادخل بالسالفه وافتهمها وارفع. طبعا بالمناسبه قبل لا اروح، اكو يوتيوبر كنت اتابع بثه، واحد احبه كلش، المتابعين يعرفوني،
كتبت له سبام بس اريد ينتبه على تعليقه، ما انتبه على تعليقه، وبالاخير واحد من شو اسمه الادمنيه فندني قال لي كامل قد لحد ما ردت اسوي اصلا المقطع، رد هو يسوي لان هو كان يصور بالبث المقطع. فلهنا وصلنا لنهايه المقطع. في امان الله شباب، ان شاء الله مسيف ما يصيب هذا او شيء. في امان الله.